بالتعاون مع منظمة بانوس باري تنظم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دورة تكوينية جديدة للإعلاميين موجهة ل 24 صحفيا تم اختيارهم من مختلف وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة في العاصمة وفي الجهات، تهدف إلى تأطير الصحفيين للمساهمة في الارتقاء بدور الإعلام في عملية الانتقال الديمقراطي. الحياد والشفافية في التعامل مع المادة الإعلامية هما الرافد الأساسي لتطوير الأداء الإعلامي ولضمان حق التونسي في صحافة حرة ونزيهة ومستقلة. ذلك ما أكده الخبراء المشاركون في هذه الدورة التدريبية، وهم 3 خبراء من تونس وخبيرة دولية. تونس في مرحلة انتقالية، كل شيء فيها انتقالية، عدالة انتقالية، سياسة انتقالية، نحب ننتقلوا من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، فما حلقة وصل لازمها تكون بين السلطة وكذلك المواطن. شكون اللي ينجم يقوم بها الحلقة هذه؟ هو الإعلام. نحاول في هذه الدورة أنه نعطيه الوسائل والأدوات للصحفي أنه عندما يغطي هذه النقاشات لا يبدي رأيه، يكون معناها صحفي مهني من أجل أنه يترجم على أو يترجم كل الأفكار على الساحة دون تحيز. للدولة دور كبير في إعطاء الصحفيين الحرية التامة لكي يستطيعون إعطاء ما لديهم. الإعلاميون بدورهم أكدوا أن ملاحق الإعلام من ضرر، خاصة خلال العقدين الماضيين ما زالت تداعياته تؤثر سلبا على وضع الإعلام اليوم. الدورة هذه جات في وقت ممتاز برشا. تعرف اللي الصحافة قبل الثورة كانت مهمشة تماما، يعني بعد الثورة ربما كيفاش نقولوا كانت النوايو فابل تاع كانت الصحافة ما لقاتش روحها كما يلزم، لقات واقع جديد، لقات ربما مناخ جديد، نفس مشاكل جديدة ما كانتش مطروحة. نقر كصحفيين وإعلاميين بأنه عندنا بعض من النقص اللي قاعدين نحاولوا نتجاوزوه من دورة تدريبية إلى أخرى. ويبقى الإعلام حلقة مفصلية في تطوير الحياة السياسية وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، ويظل التكوين بالاستناد إلى معايير علمية دولية في تأطير الصحفيين أحد السبل الكفيلة بتغيير المشهد الإعلامي في تونس ما بعد الثورة.